المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، استهلها بالعناوين. إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا اليوم. تدشين مركز شرطة مغركة. الإريتريون في أمريكا يتبرعون لإعالة أسر الشهداء. الصين تتخذ إجراءات ضد الولايات المتحدة بشأن بيع أسلحة لتايوان. وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يناقشون الوضع في أوكرانيا. وثلاثة قتلى في تحطم مقاتل عسكرية في تبريز بشمال غرب إيران. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في إقليم عنسبة أظهرت إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا اليوم، وكانت الإصابات في حمل مالو وهبره. في غضون ذلك شفي 4 مرضى من كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في الإقليم الجنوبي. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9689، شفي منهم 9559 وتوفي 103، فيما لا يزال 27 من المرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 21 من فبراير 2022. نظمت إدارة الإقليم الجنوبي دورة تدريبية لأعضاء التنمية المعمارية والضريبة الداخلية لتقديم خدمات جيدة. وهدفت الدورة التدريبية المقدمة من 15 وحتى 17 من فبراير الجاري في مدينتي مندفرة ودكم حره إلى تحسين عمل نقل ملكية وتقييم قيمة الممتلكات لاتباع جميع المديريات إجراءات موحدة. وأوضح المشرفون على التدريب أن التأهيل نظم لإدخال خدمات سريعة مصحوبة بالتقانة وحل النواقص لتحقيق خدمات مريحة للمواطن. وذكروا أن العمل السابق كان يستهلك الوقت، فضلا عن اتباع المديريات أساليب عمل مختلفة ترضي متلقي الخدمات. وقال حاكم الإقليم الجنوبي سيد هبتاب تصفازيهم في ختام الدورة التدريبية أن تقديم خدمات جيدة وناجزة من أهم المهام الإدارية، داعيا المتدربين لتقديم خدمات سريعة تصحح التأخير والنواقص. دشنت شرطة إريتريا يوم 19 من فبراير مركز الشرطة في ضاحية مغركة بمديرية لوغو عنسبة في إقليم القاش بركة المشيد بتكلفة بلغت أكثر من 7.5 مليون نقفة. ويضم المبنى المقام في مساحة 3200 متر مربع 11 مكتبا وقاعة للاجتماعات و9 دورات مياه و7 غرف لتحفظ المتهمين، إضافة إلى 12 غرفة سكن وتغذية للأعضاء. وأشاد مدير مديرية لوغو عنسبة السيد إبراهام حاغوس وقائد مركز شرطة مغركة النقيب كدانة فتوي بمساهمة سكان مغركة وضواحيها للإسراع في تشييد مركز الشرطة. وقدم قائد شرطة إريتريا العقيد محار صقاي شكره لكل المساهمين في إنجاز العمل. أفادت إدارة مديرية أغرداد في التقييم الذي أجرته عن تنفيذ أكثر من 88% من البرامج الموضوعة لحماية التربة وحفظ المياه عام 2021. وأوضح التقييم أنه بالرغم من قيام السكان بأنشطة منظمة لحماية التربة وحفظ المياه، إلا أن الإنتاج الزراعي انخفض بنسبة بلغت 30% لشح الأمطار. وحول أوضاع التعليم والصحة والمواشي، أوضح الاجتماع إيصال خدمات التعليم لجميع الضواحي وبلوغ الولادة في المؤسسات الصحية نسبة 65%، وأن الوضع جيد بالنسبة للمواشي والمراعي. وذكر مدير مديرية أغرداد السيد إساق طعوم أن برامج عام 2022 ستشمل تحديث سلخانة أغرداد والدفع بأنشطة التحصيل الضريبي للزراعة والماشية، وإجراء انتخابات إدارات الضواحي، وتخفيف مشكلة مياه ضواحي على باناي ودكسة واندرايب. ودعا الاجتماع للاهتمام بخدمات سيارات الإطفاء ونقل النفايات والإسراع لتوسيع خدمات الكهرباء في المدينة.
تلقى 283 شابا من مديرية ابن حيلي دورة تدريبية مهنية لمدة 3 أشهر في مجالات التصوير وتصفيف الشعر. وذكر في مناسبة التخريج التي جرت يوم 17 من فبراير في كدوة بعور إن على المتدربين الاستفادة من التدريب المقدم في تحسين حياتهم المعيشية وتطور من طاقتهم. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي سيد جرماي قبرو في المناسبة إن الجهود تبذل لإنزال جهود تطوير قدرات الشباب إلى مستوى إدارات الضواحي. تبرع الإريتريون المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية ب1,352,421 دولارا لإعالة أسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء. وأفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية التبرع ب818,965 دولارا لإعالة أسر الشهداء و553,456 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. على الصعيد نفسه تبرعت المواطنة مارغريتا زكرياس المقيمة في فرانكفورت بألمانيا ب1200 يورو، والممرضة سجهنا جلاسجي من أسمرة ب20,000 نقفة لتنمية صندوق أمانة الشهداء. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في إفادة صحفية إن الحكومة الصينية قررت اتخاذ إجراءات مضادة ردا على بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان وفرض عقوبات على شركتي لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز. صرح وانغ بذلك في مؤتمر صحفي في بكين ردا على إعلان الإدارة الأمريكية عن خطة مبيعات أسلحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتايوان. وقال وانغ إن الصين ستتخذ بالتأكيد إجراءات مشروعة وفعالة للدفاع بحزم عن سيادتها ومصالحها الأمنية ردا على ذلك. وحثت الصين الولايات المتحدة والأطراف ذات الصلة على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ووقف مبيعات الأسلحة إلى منطقة تايوان والعلاقات العسكرية معها. ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الوضع في أوكرانيا والتدهور المتسارع في الموقف الأمني بجمهورية البوسنة والهرسك، والتي تمر بأسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ نهاية الحرب البوسنية عام 1995. ويعقد الوزراء اجتماعا في بروكسل لمناقشة الأزمة في أوكرانيا في ظل احتدام الوضع في دونباس بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين الاتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الأوروبيون استعدادهم لفرض عقوبات مكلفة على روسيا في حال نشوب الصراع. وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ستفرض العقوبات على روسيا في الوقت المناسب، وآمل في ألا يحدث ذلك. قتل 3 أشخاص بينهم 2 من أفراد الطاقم في تحطم مقاتلة عسكرية للجيش الإيراني مخصصة للتدريب عند مدرسة كانت خالية من التلاميذ في مدينة تبريز بشمال غربي البلاد. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مدير الهلال الأحمر في تبريز قوله إن المقاتلة تحطمت عند سور المدرسة التي كانت مغلقة لدى وقوع الحادث. وأدى سقوط الطائرة وهي من طراز F-5 إلى مقتل عنصري الطاقم وشخص ثالث من المدنيين المتواجدين في المكان وفق المصدر نفسه. وأضاف كان يمكن للطيارين أن يقذفا بنفسيهما من خلال الآلية الخاصة بذلك في مقاعد الطائرات المقاتلة، إلا أنهما ضحيا بنفسيهما من أجل إيصال المقاتلة إلى منطقة فارغة. من جهته أشار محمد باقر هنرور مدير هيئة إدارة الأزمة في محافظة أذربيجان الشرقية ومركزها تبريز أن الطائرة كانت مقاتلة من طراز F-5 الأمريكية الصنع.
أصيب 3 أشخاص على الأقل في حريق بمجمع سكني في مدينة إيسن الألمانية. وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى جراء استنشاقهم الدخان الناجم عن الحريق، وتم إنقاذ حوالي 100 شخص، وهو ما يعادل تقريبا عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك. وقال المتحدث إن حوالي 150 فردا من خدمات الطوارئ متواجدون في الموقع، مضيفا أنه لم تتم بعد السيطرة على الحريق ولا تلوح في الأفق نهاية لأعمال الإطفاء. سيداتي وسادتي، ختاما لنشرة أخبار المساء هذه أعود فأذكر بعناوينها. إصابة مواطنين 2 بفيروس كورونا اليوم. تدشين مركز شرطة مغركة. الإريتريون في أمريكا يتبرعون لإعالة أسر الشهداء. الصين تتخذ إجراءات ضد الولايات المتحدة بشأن بيع الأسلحة لتايوان. وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يناقشون الوضع في أوكرانيا. و3 قتلى في تحطم مقاتلة عسكرية في تبريز بشمال غربي إيران. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. أشكر لكم المتابعة والاستماع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.